ازيكم يا حلوين؟ النهارده هحكي لكم حدوته يوسف والليست السحريه. كان يا مكان كان في ولد اسمه يوسف، وكان بيحب الشوكولاته قوي. مامته كانت رايحه الماركت، قالت له تحب تيجي معايا؟ قال لها طبعا. كان فرحان قوي عشان هيروح يجيب الشوكولاته. وطبعا اول ما دخل الماركت راح بسرعه عند رف الشوكولاته، وفضل يقول لمامته عايز دي ودي ودي. وكان متعلق بالشوكولاته ومش عايز يسيبها. مامته قالت له اختار واحده بس هو قال لها بس انا عايزهم كلهم. بس هي قالت له مش هينفع نجيبهم كلهم، انت هتختار واحدة بس. وعندي ليك فكرة حلوة كمان، هنعمل ليست وهنكتب فيها كل الحاجات اللي انت عايزها، وكل مرة هنيجي الماركت هنجيب حاجة واحدة بس من الليست، هنسميها ليست الحلويات. وهو علشان ولد مؤدب سمع كلام ماما وقال لها انا موافق، بس ممكن لما نروح البيت تعرفيني السبب. قالت له وعد مني لما نروح البيت هفهمك كل حاجة. يوسف كان ولد مؤدب جدا، وقعد يساعد ماما وهي بتشتري طلبات البيت. ولما رجع البيت كتب في الورقة كل الحلويات اللي هو عايزها واداها لمامته. قالت له انا عارفة ان انت بتحب الشوكولاتة قوي، بس انت عارف ان الشوكولاتة الكتير ممكن تضر صحتنا واسناننا. ازاي يا ماما؟ لو اكلنا كتير الاسنان تتعب وتبقى مش صحية، وكمان الجسم محتاج اكل صحي عشان يكون قوي. انت عارف ان ربنا قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني ناكل ونشرب بس ما نزودش، عشان لما بنزود في اي حاجة بتضر صحتنا. ايوه انا فهمت، شكرا قوي يا ماما. وبعد كام يوم يوسف راح الماركت مع مامته وهي بتجيب طلبات البيت، وأول ما وصلت طلعت ليست الحلويات من شنطتها. شوف تحب تختار ايه النهاردة من الليست بتاعتك؟ يوسف فرح قوي وقال انتي احلى امي يا ماما. وجده راح يزورهم وكان معاه بوكس مليان حلويات. بس يوسف بقى ولد شاطر وفاهم، أخد واحدة بس وشارك اخواته وادى لكل واحد فيهم واحدة، وادى البوكس لماما. احنا خلاص اخدنا، ممكن تعنيها؟ مامته قالت له انا فخورة بيك قوي يا يوسف، انت ولد شاطر، اتعلمت تختار وتصبر وتشارك. قولولي بقى يا حلوين، انتوا كمان هتعملوا لست حلويات؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة.